مرحبا بكم في فيديو جديد. مبيعات شركة بورش كتوصل للسماء، وفي نفس الوقت المغاربة كيعانيو من غلاء الأسعار فضيحة في الأسواق المغربية. كيفاش كيتحقق هذا التناقض الغريب؟ تابعوا معنا الفيديو حتى الاخر باش تكتشفوا التفاصيل. الى عجبكم الفيديو خلوا لينا شي لايك كومنتير ويلا نبدا. مبيعات بورش في المغرب كتسجل أرقام قياسية رغم الأوضاع الاقتصادية الصعبة. كاينين عدة أسباب وراء هذه الظاهرة. أولها هي فئة من الناس اللي عندهم إمكانيات مادية كبيرة، سواء رجال الأعمال أو الأثرياء. هاد الناس كيبحثوا على الفخامة والتفرد، وكيشوفوا في شراء سيارة بورش كوسيلة للتعبير عن النجاح. كذلك الوكالات ديال السيارات كتلعب دور كبير في الترويج للبورش، حيث كيديروا حملات تسويقية قوية وكتوفر تسهيلات في القرض باش يشجعوا الزبناء على الشراء. زيد على هذا الشيء التوجه نحو الفخامة زاد مع الوقت، وخصوصا مع ظهور عدد من المهرجانات والعروض اللي كتستعرض الطوموبيلات الفاخرة. بالإضافة بورش معروفة بالأداء العالي والجودة العالية، وهذا الشيء كيجذب الكثير من الناس حتى لو كانوا كيعانيوا من غلاء الأسعار في جوانب أخرى في الحياة. شركة بورش تأسست في 1931 في مدينة شتوتغارت بألمانيا على يد المهندس فرديناند بورش. الشركة معروفة بتصنيع الطوموبيلات الفاخرة والرياضية، وكتعتبر واحدة من العلامات الرائدة في العالم. كل طوموبيلة من بورش كتمزج بين التصميم الأنيق والتكنولوجيا المتقدمة، الشيء اللي يجعلها مفضلة عند عشاق السرعة والفخامة. بورش مشهورة بزاف، وخصوصا موديل 911 اللي كتعتبر رمز الأداء العالي. الشركة كتقوم بتطوير موديلات جديدة باستمرار، وكتسعى للحفاظ على التراث ديالها بينما كتقدم تكنولوجيا حديثة. هذا التركيز على الابتكار خلاها تظل في مقدمة السيارات الفاخرة. بورش 911 هاد الطوموبيل الأكثر شهرة والأيقونة ديال بورش، كتحظى بشعبية كبيرة بفضل تصميمها الرياضي والأداء العالي، حيث كتقدم تجربة قيادة استثنائية وكتوفر خيارات متعددة من المحركات، وكتعتبر الخيار المفضل لعشاق السرعة. كتميز 911 بتصميمها الكلاسيكي، وكيجي مع محركات قوية، تسارع من 0 ل 100 في حوالي 3.5 ثواني. الثمن كيتراوح بين 1.5 مليون ديال الدرهم حتى ل2.5 مليون ديال الدرهم حسب النسخة. بورش كيان هي اي سي يو في، كتوفر راحة وفخامة وكتكون مثالية للعائلات. كتوفر أداء ممتاز في الأوفرود، وزيد على هذا الشيء التصميم الداخلي كيتسم بالفخامة والتكنولوجيا. البورش كيان كتوفر بتقنيات حديثة في السلامة والراحة، وكتميز محرك V6 أو V8. والثمن كيتراوح ما بين 1,200,000 ديال الدرهم و2 مليون ديال الدرهم. البورش مكان صغيرة أكثر من الكيان، ولكنها تحتفظ بجودة بورش. هي الأكثر انتشارا في المغرب، كتجمع بين الأداء العالي وسهولة الاستخدام في المسافات القصيرة، مناسبة للناس اللي كيبغيو الفخامة ولكن في حجم أصغر. بورش مكان أداء جيد مع استهلاك قليل للوقود، والثمن كيدير ما بين 900 ألف درهم حتى 1,300,000 درهم. البورش تايكان هذا الموديل الكهربائي كيمثل المستقبل بالنسبة لبورش. كيوفر تسارع خيالي وتجربة قيادة فريدة، وكتكون مناسبة للناس اللي كيبغيو يحافظوا على البيئة. البورش تايكان سرعة قصوى كتجاوز 250 كيلومتر في الساعة، والثمن كيدور ما بين 1,800,000 درهم وحتى ل2,600,000 درهم. بورش باناميرا هذه سيارة سيدان فاخرة كتوفر مزيج من الفخامة والأداء، كتسمح للسائق بالاستمتاع بتجربة قيادة مريحة مع الحفاظ على سرعة بورش المعتادة. بورش باناميرا سيارة متوازنة بين الأداء والراحة، والثمن كيتراوح ما بين 1,400,000 درهم حتى ل2,300,000 درهم. في الوطن العربي نماذج بورش الأكثر شعبية كتشمل 911 وكايان والمكان. هاد الموديلات معروفة بجودتها العالية وأدائها الرائع، وكتمثل الفخامة بحد ذاتها. بورش 911 كتعتبر الخيار المفضل لعشاق السرعة والرياضة، حيث كتوفر على أداء قوي وتصميم جذاب. كايان ومكان كيجذبوا العائلات اللي كيبغيو الفخامة مع المساحة الكافية. كذلك الطوموبيلات الكهربائية تايكان بدأت
تكتسب شعبية وسط الفئات اللي كتهتم بالتكنولوجيا والطاقة النظيفة. في المجمل بورش كيبقى رمز للرفاهية والأداء العالي في الوطن العربي. إلا عجبكم هذا الفيديو ما تنساوش تخليو لينا شي لايك وشي كومنتير، وحتى الفيديو الجاي إن شاء الله.